انا ديجا كنت واجده روحي، كان عندي ديجا دي زانفورماسيون نعم. بارابور لا كاسبه. عليها كي بدينا درنا لا فورماسيون باغمي كامل لو جروب هذاك اللي كنت نقرا معاهم، نعم. كانوا يقولوا لي سلطانه القصبه، لانه السلطانه بالنسبه للمعلومات اللي كانوا عندي نعم. بارابور كامل هذوك اللي جاو يديروا لا فورماسيون. المرشد السياحي لازم يكون عنده صفات باش يلحق انه يكون مرشد سياحي. بيان سور هذا يعني قبل ما يكون التكوين لازم يكون عند الشخص يعني التربيه تاعو. العناصر او الصفات اللي لازم تتوفر في المرشد السياحي بيان سور اولا وقبل كل شيء لازم تكون عنده ثقافه عامه. نعم. الثقافه هي اهم شيء، لانه راح يجوك زوار ولا يجوك سياح راح يقعدوا يعني يطرحوا لك اسئله. نعم. دونك المرشد السياحي هو المرافق، راح يرافق هاد نعم. الزوار ولا هاد الوفود الاجنبيه ويقدم لهم المعلومات. بيان سور المعلومات لازم يكونوا معلومات دقيقه وصحيحه خاصه. نعم. لانه راح يقدر يجيني انا مثلا صارت لي يجيني استاذ جامعي في التاريخ يسمع من بعد يقول لي منين جبتي هذه الاسئله، هذه المعلومات. وهنا راح نمد له المصادر، وبيان سور المصادر ما حاش نعتمدوا على مصدر واحد، راح يعني المصادر يعني يكونوا من عده مصادر، مثلا من الكتب ولا من المؤرخين. نعم. ولا من الباحثين. دونك راح جفي سيتي يعني من حقه هذاك نعم. الزائر أكيد. اللي راح أكيد. يخلصك باش يدير نعم. الاخر راح يعرف يعني علاش قلت لك بلي كاين دي كاتيجوري تاع الناس. وايضا لازم تكون الابتسامه. اكيد. نعم. الابتسامه هي تلعب دور باش نروح انا ندير مرشد سياحي ونقعد زعفانه ولا مشنفه على هذاك الزائر وهو ما حاش يحس بالراحه. ولازم يكون المرشد السياحي كقائد المعركه. نعم. اللي هو يقدر يواجه. نعم. يواجه ويقدر كيفاش يجيري، باسكو راح مثلا يكون عنده جروب لازم كل واحد لازم يعرف كيفاش أكيد. نعم. يجيريه. ما يقدرش يخدم مع شخصين والباقي ما على بالوش. يعني كما نقول المرشد السياحي عنده راح يلعب دور يمد يعني راح يكون اون ايماج اسوسياتيف لهذيك المنطقه. يعني صوره لتلك الواجهه. نعم. فوالا صوره للمنطقه هذه. نعم. شاف بديت يعني نقدر نقول لك يعني الحاجه الاولى اللي خلاتني كيفاش نلحق انه باش نولي مرشده سياحيه ومتخصصه في قصبه الجزائر ونبحث في تاريخ القصبه. كنت يعني نروح هكا يعني نخرج للمتاحف، وانا كنت نحب بزاف المتاحف. من بينهم متحف تاع لي بوزار تاع الفنون الجميله. نهار اللي رحت لهداك المتحف كنت نشوف بزاف لحقت لي طابلو تاع الاخوه راسم، محمد راسم وعمر راسم. من بينهم اللوحه تاع حومه سيدي محمد شريف وحومه سيدي عبد الله والاخوه بربروس، هادو كاع لوحات تاع الاخوه الراسم. كي لحقت اللوحه هذيك خاصه لوحه سيدي محمد شريف، حومه سيدي محمد شريف، قعدت هكايا نخزر في هذيك اللوحه. ما نقدر نقول لك 4 ساعات، ما نقدر نقول لك نص ساعه كنت نخزر فيها شغل كي اللي سافرت. باسكو اللوحه تاع اللوحه هذيك تاع سيدي محمد شريف يعني مرسومه بواحد الدقه، واحد الالوان، حسيت كوم سي الروح تاعي سافرت اترافير هذاك لو طابلو. بديت نشوف هذوك الالوان، هذوك الناس، حسيت بواحد لا شالور هيومان، حسيت بهذيك المدينه، البحر، الحايك. بديت نخزر فيها، نتمعن فيها. ومن بعد قلت وين جايه هذه سيدي محمد شريف؟ كنت نسمع بالقصبه بصح ما على باليش لي ديتاي، الحومه هذه. دونك جي بري نوت بارابور ا سا. لحقت للدار بديت نحو حاجه الاولى نحوس في جوجل سيدي محمد شريف، خرجت لي جايه في القصبه. قلت لازم نروح نشوف هذه الحومه، سيرمون قعدت كيما راهي بالنسبه ليا، قعدت كيما راهي. دونك باش نلحق القصبه طويله وعريضه ما كاش كيفاش، ازقتها والازقه تاعها لي نعم. غيال تاعها كما نقولوا الواحد يدخلها بناسها ولا بالمرشدين السياحيين يكونوا يعرفوا التاريخ تاعها والمكان تاعها. نعم. زا باغ اكزومبل نعطيك مثال، كي نروحوا ساحه شهداء راح نلقاو يعني ديفيرونس تاع المباني، مبنى دار عزيزه نعم. والمبنى الاوروبي يعني اون غون ديفيرونس. انا من الناس اللي يعني يطرحوا بزاف الاسئله. نعم. بديت نقول كيفاش هذا المبنى وعلاش عامل هكذا، والمبنى هذا علاش عامل هكذا. من بعد بديت نحوس شكون هي عزيزه. دونك هادو هما لي ديتاي اللي كنت يعني نبحث عليهم. نعم. كيف ترين القصبة بين الحاضر والماضي؟ تاريخ القصبة بين الحاضر والماضي هي الماضي احنا ما كناش عايشين فيه، ولكن على حسب تراثنا والعادات والتقاليد تاعنا
خلاتني نعرف انه القصبه تاع زمان راهي تختلف تماما على اليوم، على الحاضر، مشوار دراسي. المشوار نعم. الدراسي. دونك كنت ديما نقول بلي نولي كي نكبر نولي اركيولوج. نعم. باسكو كي كنت يعني في لاج دو 16 17 كنت نشوف بزاف الافلام الوثائقيه اللي يخص يعني تاريخ الفراعنه، تاريخ الرومان. كنت كيما نقولوا حنا كي كنا صغار، كنت صغيره كنت توجور نفرج هذه الافلام الوثائقيه. خاصة كنت نشوف بزاف في الفيلم الوثائقي تاع زاهي حواس، وما عنده حتى علاقة مع اللقب تاعي. يعني حواس يعني كوم باغازا. هذا زاهي حواس هو باحث مصري كان يروح للأهرامات، وين كان يروح يكتشف كل ما هو يعني كل ما هو جديد من الزمن القديم. وانا كنت نعيش معاه اللحظه هذه، كنت نشوف كيفاش يفتح هذوك لي ساركوفاج، كان يكتشف المومياء اكسيتيرا، وكنت يعني شديت هذاك الالهام من هذاك الشيء. نعم. وتنمى فيك حب فوالا كنت نعم. هذا هو الاكتشاف، كيفاش جاني البحوث والاكتشاف. نعم. يعني لا فاصون كيفاش كان يدخل والكاميرامان يدخل معاه يبدا يورينا. بالنسبه لي هذاك الشيء راهو جديد. يعني ما كنتش نعرف واش معناته الساركوفاج، واش معناته المومياء، واش معناته يعني حضاره الفراعنه. نعم. دونك عليها نقول انه هذا الشيء هو جديد من الزمن القادم، لانه كما نعرفوا تاريخ الفراعنه راهو تاريخ قديم. اكيد. بعدا كنت نقول انا كي نكبر نولي اركيولوج وين نبدا ندير الحفريات ونبحث اكسيتيرا، ولكن الحظ ما حالفنيش في هذا الشيء. يعني درت حاجه واحده اخرى.